السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم نشارك معكم الغديوه ديالنا بسيطه سريعه، نتمنى تعجبكم من الرضا ديالكم. فيها سلطه كما تشوفوا، وفيها فلفله مشويه مع شويه المطيشه، فيها عصير ديال الليمون والباربه، وفيها بطاطا مشرمله في الفران، زائد تكتوكه بالفلفله مشويه والمطيشه، شويه الثومه والعصريه، زائد الحوت مشرمل ومديور في الفران. نتمنى هذا البلاطو يعجبكم من الرضا ديالكم اليوم ان شاء الله، وبصحه والراحه. يلا معنا، مرحبا بكم، نشاركوا معكم هذه الوصفات. اهلا وسهلا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي. نبداو على بركة الله. عندنا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله. عندنا شوية ديال السردين غادي نديروه نصايبوا ليه الشرمونه ديالو ان شاء الله مع الحامض، غادي نديروه في الفران. وعندنا البطاطا اللي غادي نقطعوها، غادي نديروها في الماء غليان، نديروا ليها نص سلقه باش نخشيوها حتى هي في الفران. مرحبا بكم، نشاركوا معكم الغديوه ديالنا. اهلا وسهلا بالجميع، تحياتي لكم كاملين فين ما كنتوا داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بالجميع اخوتي العزاز. نبداو على بركه الله. نشوي الفلفله ديالنا، 3 الفلفلات تقريبا، غادي نشدوهم نشويهم، نحيدوا لهم القشره ديالهم ونرجعوا معكم. الفلفله ديالنا يا شويناها وحيدنا لها القشره الكحله ديالها حتى ولات نقيه. ما تنغسلوهاش، هي تنقيوها غير بشويه بشويه حتى تنحيدوا لها كاع ديك القشره ديالها باش يبقى فيها ديك الطيبه واللذه ديالها ما تحيدش. نحيدوا داك الزريعه للوسط، غادي نخليوها على جنب ونرجعوا معكم ان شاء الله. هذا من طبيعه الحال شدينا واحد الخياره حكيناها مع شويه ديال الخس مع القياس ديال المطيشه اللي غادي نقيو ان شاء الله ونديرو شلاضه اولا السلطه المرافقه لهذه الغديوه. قطعنا البطاطا على هذا الشكل، تكون شويه غليظه ماشي رقيقه بزاف، صافي. وغادي نديروها ان شاء الله في الماء بارد مع شويه ديال المليحه، ونديروها تغلى غير شويه، غير نص غليه، ما طيبش بزاف حتى تولي تهرس. صافي نصفيوها ونرجعوا معكم ان شاء الله باش نديروا لها شويه ديال الشرموله ديالها اللي غادي نرميوها في الفران. تنديروا العطريه، شويه التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال القزبر مطحون، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال القزبر ومعدنوس. وتنضيفوا عليه واحد حامضه او نص حامضه ديال معصره. تنخلطوا الخليط هاد الشرموله مزيان، نضيفوا عليه واحد شويه ديال الثومه، صافي. نهزو السردين، نبقى نشرملو بحال هذا الشكل، نديرو وحده على وحده. بحال هذا الشكل نستوها في الطاوه حتى الاخر. صافي. من بعد ما تسلقات صفيناها، نديرو لها شويه د الشرموله ديالها ونديروها في الفران. من بعد ما استفناها في الطاوه اللي غندخلو الفران، نديرو واحد شويه ديال الزيت
شويه ماشي بزاف صافي، ونخشيوها في الفران ان شاء الله. البطاطا من بعد ما سلقناها تنديروها في هذا البانيو وتنضيفوا ليها، درتو الملحه صافي، ما درتوش الملحه، تضيفوا شويه د الملحه والبزار، تزيدوا شويه د الخرقوم، زيدوا شويه ديال الكمون، زيدوا شويه ديال التحميره صافي، وضيف واحد شويه د الزيت، غير نص كاس هكاك ماشي بزاف صافي. تحاولوا تحركوا مزيان غير بشويه باش ما تهرش حيت مسلوقه. صافي وتخشيوها في الفران في الطاوه. هو قريب يطيب، نجبدوه ان شاء الله. نسرحوا البطاطا حتى هي في الطاوه وندخلوها في الفران. طحنت شويه الباربه، نعصر معاها شويه الليمون، هنا قطعنا فلفله ومطيشه، درنا لها تكتوكه، شويه ديال الثومه، شويه الكمون والبزار، شويه ديال الملح والتحميره، شويه زيت البلديه، نشحروا يطيبوا مزيان ونطفوا عليهم. صافي هي البطاطا طابت، دابا نحطو عندنا الفلفله هي هذه الالوان، شويه ديال المطيشه معها، تكتوكه ديالنا هي هذه، تنحطوا القياس بهذا الشكل. الحوت من بعد ما طاب تيجي تيشهي، ديالنا تنحطوها حتى هي في صحن التقديم، والشليضه كذلك. وكذلك العصير بالباربه والليمون تيجي تشهي. نتمنى هاد الوصفه اليوم تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم، بالصحه والراحه خوتي العزاز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البطيطه ديالنا تنحطوها حتى هي في صحن التقديم، والشليضه كذلك. وكذلك العصير بالباربه والليمون تيجي تشهي. نتمنى هاد الوصفه اليوم تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم، بالصحه والراحه خوتي العزاز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي.